يا مساء الفل عليكم، ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا. دي بعض مقاطع من الفيديو من داخل الفيديو، وهنبتدي مع بعض ونشوف هنعمل الصلصة الحلوة دي ازاي ببواقي كبد وقوانص، وهنعمل نسلق شوية مكرونة حلوين. طريقة سهلة وسريعة، وجبة خفيفة، مش هنقف في المطبخ كتير. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. معايا هنا اول حاجة، دي بواقي صينية كبدة كنت عاملاها وليها يومين كده في التلاجة، محدش ايه عايز يجي جنبها، وكانت نشفت حتى من التلج. فهنقطعها حتت صغيرة. دي كبد وقوانص، وكانت متبلة حلوة قوي قوي، وفيها بصل كتير، وكان طعمها جميل، بس مفيهاش قوطة خالص. معايا هنا الكبد والقوانص قطعتها، ومية على النار، وعندي طماطم وبصل وفلفل، قرن فلفل شطة اختياري، وشوية عصير طماطم صلصة أنا كنت مسبكاها. وركناها اهو، طلعتها من الفريزر بتفك. ده كيس صلصة كبير. فيه صلصة ما يعادل 700 جرام. فيه قصدي صلصة ما يعادل طماطم 700 جرام. ومقطعة شوية برضو مكعبات. طبعا زي ما انتم شايفين كده، مية على النار، وهحط لها معلقتين ملح، وهنسيبها تغلي على ما ابتدي احمر البصلة. وبنحمر البصلة والمية محطوطة على البوتاجاز. غلت المية وفيها الملح، بننزل بالمكرونة، بنسلق المكرونة عادي جدا. المكرونة دي أسباجيتا عادية، حوالي كيسين مقطعاهم على 3، يعني مقطعاها حتة الأسباجيتا مقطعاها على 3. هقلب فيها في البداية، بقلب فيها، وبعد دقيقتين بقلب فيها تاني. يعني في البداية بنغيب ونديها تقليب عشان بس ما تلزقش. أول ما تبتدي نحس إن هي بدأت تستوي، بنسيبها، مش بنقلب فيها، وبنكون مهدين النار. يعني ما تسيبيش المكرونة طول الوقت على نار عالية، بنهدي النار. وبنقلب في البصلة اهو. دي كانت يمكن تالت مرة أديها تقليبة، وبرجع للبصلة اللي أنا بصفر فيها. يا دوب لونها يبتدي يصفر كده، ونزلت بقرن فلفل شطة. هقلبه كده مع البصلة مجرد بس الريحة بتاعته تطلع كده. طبعا قرن الفلفل الشطة ده اختياري، لو مش عايزين تحطوه حطوا، ممكن بداله فلفل رومي عادي. دول حوالي 300 أو 400 جرام طماطم متقطعة صغير كده. وخلاص المكرونة خلاص داخلة على سوا، هصفيها. الصلصة اهي، دي صلصة كيس صلصة زي اللي تحت الجاهزة البطرمانات، بس أنا ببقى سايباها، مش بشيلها في الفريزر، مش تقيلة قوي يعني، بس تقيلة اهو زي ما انتم شايفين. يعني دي، يعني الحبة دول ما يعادل 700 جرام طماطم. يعني أنا بحسبها كده. خلاص، واللي في الحلة مثلا حوالي 300 جرام طماطم متقطعة، يعني هتاخد معاكي كيسين مكرونة حوالي كيلو من الطماطم. عايزة تلغي خطوة تقطيع الطماطم دي وتحطي عصير طماطم، اضربي كيلو في الخلاط واعمليه. بعد ما سبكنا البصل والفلفل، نزلت عليهم بالكبد والقوانص اللي انا قطعتها حتت صغيرة اهو. وبرضه هنخليهم ياخدوا غلوة بسيطة كده، وبعد كده هنضيف عليهم عصير الصلصة اللي عندي، اللي هو الكيس. زي ما قلت لكم ده كيس من اللي انا عاملاه، وممكن تستغنى عنه وتعصري كيلو الا ربع مثلا طماطم. هحط عليها مكعب مرقة دجاج، مكعب واحد. مش هحط اي حاجة تاني خالص. ليه؟ لان الكبدة انا كنت مديها حقها في البهارات، وحاطه لها كل حاجة، ملح وفلفل وكل البهارات الحلوة اللي بتحبوها. فانا كنت، وبصل فيها بصل كتير، فكان طعمها جميل جدا على كده يعني. فمش هنحط اي حاجة تاني غير هو مكعب من المرق كده. انا حطيت الصلصة، وهنسيبها تتسبك برضو حلو. تعرفي ازاي ان هي اتسبكت؟ هتلاقي الزيت بتاع البصل عام على الوش، تعرفي ان هي كده خلاص اتسبكت وبقت حلو. صفيت المكرونة واديتها شطفة خفيفة، ورجعتها في الحلة بعد ما اتصفت كويس جدا. وزي ما انتم شايفين كده مش معجنة، حطيت لها 3 أو 4 معالق زيت على الوش، بقلب تقليب خفيف على الوش. ما تقلبيش كتير في المكرونة وانت لسه مصفياها. تقلبتين كده من على الوش وخلاص، لان كل ما هتقلبي هتلاقي النشا يخرج منها، وهتلاقيها لزقت وعجنت. يستحسن ما تقلبيش فيها غير على الوش كده، حاجة بسيطة. خلاص كده الصلصة بتاعتنا اتسبكت. بصوا الزيت عام على الوش اهو زي ما انتم شايفين. ونبتدي نغرفها ونقدمها، وبألف هنا. طعمها تحفة، الصلصة طعمها تحفة بجد.
جربوا الصلصة دي بالكبد والقوانص أو حتى بالقطع كبد بس، مختلف عن لما نكون حاطين لحمة أو فراخ. طعمها جميل جدا، ليها ريحة كده ونكهة جميلة جدا جدا. جربوها إن شاء الله تتبسطوا بيها، حلوة قوي قوي. طبعا كمية الصلصة على المكرونة زي ما انتوا حابين، اللي عايز كتير يحط، انا هنا بحط بسيط عشان شكل الطبق برضو يفضل حلو. جربوها، حلوة جدا جدا، طعمها حلو. دي رشة بقدونس كده للتزيين مش اكتر، وبس كده. ونشوفكم على خير فيديو جديد. ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، ونشوفكم على خير. باي.